في حلقتنا هتكلم عن مجموعة البريكس، وهنعرف مع بعض ايه هي مجموعة البريكس وازاي اتكونت، واسم البريكس ده جا منين، ومن هي الدول الاعضاء بالبريكس، وايه هي مزايا وعيوب واهداف مجموعة البريكس. ده اللي هنعرف مع بعض في الحلقة دي. فعلى السريع خلينا نبدأ. لو بصينا لحجم مجموعة البريكس والدول اللي انضمت ليها هنلاحظ وجود امال كبيرة لإقامة نظام دولي أكثر عدالة، ولكن مجموعة البريكس بتعاني من شوية خلافات داخلية زادت في الفترة الأخيرة بخصوص موضوع دخول أعضاء جديدة للمجموعة، واللي اعترضت عليها دولة زي البرازيل والهند، بالإضافة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حضرش قمة جوهانسبرج في أغسطس 2023 بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن الجناية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وده يعتبر أول اختبار غير ناجح لصلابة تكتل البريكس. ودلوقتي خلينا أقول لك إن مجموعة البريكس اتأسست رسميا في 16 يونيو 2009 في مدينة يكترينبورغ في روسيا، لما تم عقد أول قمة ما بين زعماء روسيا والصين والهند والبرازيل، والقمة الأولى دي كان سبقها اجتماع لأعضائها في يوليو 2008. وقبل ده كله تم عقد اجتماع ما بين وزراء خارجية الدول الأربع المؤسسة لمجموعة البريكس في سبتمبر 2006 على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. والمجموعة في بداياتها حملت اسم بريك BRIC اختصارا للحروف الأولى من الدول الأربع المكونة للبريكس في بدايتها، واللي هم البرازيل وروسيا والهند والصين. واسم بريك صاغه كبير مستشار بنك جولدمان ساكس جيم أونيل في 2001، وفي 2010 انضمت دولة جنوب أفريقيا لمجموعة البريكس. ولما تم إضافة الحرف الأول من اسم دولة جنوب أفريقيا واللي هو حرف الإس، أصبح اسم المجموعة بريكس. بي من البرازيل، والآر من روسيا، والآي من الهند، والسي من الصين، والإس من جنوب أفريقيا، وبالتالي أصبح اسم التجمع بريكس BRICS. ومقر مجموعة البريكس في مدينة شنغهاي الصينية. وفي قمة 2017 في مدينة شيامين الصينية تم طرح فكرة بريكس بلس، واللي كان هدفها إضافة دول جديدة للمجموعة، إما كضيفة بصورة دائمة أو مشاركة في الحوار، وده في اجتهاد من مجموعة البريكس عشان تقدم نفسها على إنها النموذج البديل لمجموعة السبع. وبالفعل مع بداية يناير 2024 انضمت للمجموعة 5 دول جديدة رسميا، واللي هم مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، وبالتالي أصبح عدد أعضاء تجمع البريكس 10 دول. ومن أهداف تجمع البريكس تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة لتعزيز التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في المجموعة، وتعزيز الأمن والسلام لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة لرغبة تجمع البريكس لإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمثيل أفضل للاقتصادات الناشئة والنامية، وتعزيز التجارة الدولية وبيئة الاستثمار بين دول المجموعة، بالإضافة للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي. وضيف عليهم رغبة التجمع لتقديم مساعدات مالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء، وتحقيق التنمية والتعاون ودعم المشاريع والبنية التحتية للمجموعة، وتحقيق التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء، بالإضافة لتحقيق التوازن الدولي والخروج عن سيطرة الغرب الاقتصادية. ومن أهداف مجموعة البريكس العمل على إنشاء سوق مشتركة للتجارة الحرة، وإيجاد عملة موحدة، والبحث عن فرص استثمار وتطوير آفاق اقتصادية وشراكات جديدة، بالإضافة لمحاولة الخروج من اشتراطات صندوق النقد الدولي المجحفة، ومواجهة الأزمات العالمية وتنويع الشراكات. ومجموعة البريكس بوضعها الحالي بالأعضاء ال10 المكونين ليها بتشكل أكثر من 45% من سكان العالم، بإجمالي عدد 3.25% مليار نسمة، و33.9% من إجمالي مساحة اليابسة. وحجم اقتصاد دول مجموعة البريكس 29 تريليون دولار، وده بيمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي. ومن بعد انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا اضاف لحجم اقتصاد المجموعة 3.24 تريليون دولار، وأصبح حجم الناتج المحلي لدول مجموعة البريكس بيمثل 36% من الاقتصاد العالمي، بما يمثل حوالي 16% من التجارة العالمية. وإجمالي الاحتياطي النقدي لدول مجموعة البريكس ال10 حوالي 4 تريليون دولار، وإنتاجهم من النفط بيمثل حوالي 80% من إنتاج النفط العالمي، و38% من إنتاج الغاز، و67% من إنتاج الفحم في السوق العالمي. وبتتحكم دول مجموعة البريكس في أكثر من 30% من اللي بيحتاجه العالم من السلع والمنتجات بقيادة الصين والهند.
ومن أهم الأسباب اللي ساعدت على بزوغ فكرة تجمع البريكس تعرض النظام العالمي سياسيا واقتصاديا لهزات متتالية، وأكثر الدول اللي تضررت من الهزات دي الدول النامية بسبب سلاح العقوبات الاقتصادية الغربي، بالإضافة لاهتزاز الثقة في المؤسسات المالية الغربية وشروطها القاسية. ده غير سبب مهم واللي هو بحث العالم من وقت تفكك الاتحاد السوفيتي لتوازن ومنظومة أكثر عدالة، لأن النظام السياسي الأمريكي في السنين الأخيرة ما كانش النظام السياسي المثالي، وقيادة العالم والهيمنة عليه ما بقتش مقتصرة على أمريكا. ومن الأسباب اللي خلت تجمع زي البريكس يظهر على السطح صعود قوة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية جديدة وعلى رأسها الصين. ده غير أن التنوع في مجموعة البريكس أضاف لها عناصر قوة وأمل لإقامة نظام دولي جديد أكثر عدالة، لأن الدول شايفة أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أدوات هيمنة وتحكم، وفكرة الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية ما بقتش سياسة فعالة ومضمونة بالنسبة لدول كتير. ومجموعة البريكس في قمتها في 2014 أنشأت مجموعة من المؤسسات المالية زي بنك التنمية الجديد برأس مال مبدئي 50 مليار دولار على أمل الوصول ل 100 مليار دولار، ومقره في مدينة شنغهاي الصينية، بالإضافة لتأسيس صندوق الاحتياطي النقدي واللي بيتضمن احتياطي نقدي طارئ بقيمة 100 مليار دولار لدعم الدول على سداد ديونها. ودلوقتي هعرض لك عوامل الضعف والقصور في مجموعة البريكس. على الرغم من أن مجموعة البريكس بتمتلك عوامل قوة وعناصر جذب كبيرة، إلا أنها مش خالية من نقاط الضعف اللي ممكن أنها تأثر على سير عملها وتوجهاتها، وخاصة لو كان هدفها منافسة المنظومة الغربية الراسخة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واللي بتسير العالم من عقود. وكلامنا هنا عن الاتحاد الأوروبي. ومن أهم نقاط ضعف مجموعة البريكس اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية ما بين دول المجموعة وتوجهاتها الاقتصادية، بالإضافة لعدم وجود أمانة عامة أو مؤسسات وهياكل ثابتة للمجموعة، على عكس الاتحاد الأوروبي. ده غير اختلاف تصورات الدول أعضاء مجموعة البريكس حول القضايا الاقتصادية والتجارية والتمويلية بين الدول المؤسسة للمجموعة، بالإضافة للتنافس الاقتصادي والتجاري اللي حاصل ما بين دول المجموعة وبالأخص ما بين الصين والهند. ومن أهم نقاط ضعف مجموعة البريكس التخوف من هيمنة الصين على مجموعة البريكس وقيامها بسياسة الإغراق مع غياب فرص التنسيق في الأسواق ما بين أعضاء البريكس، بالإضافة لغياب الرابط الثقافي واختلاف الحضارات رغم عراقتها والاختلاف في القوة الاقتصادية والتنموية. لأن مثلا الصين بتمثل 69% من إجمالي الدول الأعضاء البريكس في حجم الإنتاج، وده أكثر من ضعف حجم إنتاج دول مجموعة البريكس مجتمعة. ده غير عدم وجود رابط جغرافي ما بين الدول أعضاء البريكس، لأنهم بينتموا ل4 قارات ما فيش بينهم أي رابط سياسية حتى الآن. وضيف عليهم الصراعات الداخلية في بعض البلدان والأزمات الحادة في دول تانية، بالإضافة لعدم ثبات أنظمة دول مجموعة البريكس. ده غير الصراع ما بين أمريكا وروسيا والصين اللي ممكن إنه يتحول لحرب باردة من جديد. وخد كمان عندك الهند بتتحفظ على انضمام دول جديدة لمجموعة البريكس وبتطالب بتحديد معايير وشروط واضحة للانضمام. ده غير تخوف الدول الضعيفة أو النامية من إنها تكون مجرد سوق لسلع الدول المهيمنة ومنتجاتها. والسؤال المهم هنا هو هل تجمع البريكس ممكن إنه يزحزح هيمنة الدولار على الساحة الدولية؟ ده اللي هنعرف مع بعض شوية. على المستوى الاستراتيجي مجموعة البريكس بتسعى لاعتماد عملة موحدة في التجارة البينية والدولية ضمن محاولاتها المعلنة أو الخفية لتفكيك أهم أدوات هيمنة أمريكا على الاقتصاد والسياسة العالمية، لأن أمريكا بتستخدم عملتها الدولارية كأداة ضغط على الدول، سواء الضغط ده كان سياسي أو لإجبار الدول على الانصياع للمصالح والتوجهات الأمريكية. وعلى الرغم من أن الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا متمسكين بضرورة إيجاد عملة موحدة للبريكس، إلا أن الهند بتعارض فكرة إيجاد عملة موحدة للبريكس. وعلى الرغم من الخلاف الداخلي في مجموعة البريكس حوالين العملة الموحدة، مجموعة البريكس لسه ما اعتمدتش العملة الموحدة الخاصة بها، ولكنها حاليا بتسعى مبدئيا لتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية زي اللي حاصل حاليا ما بين روسيا والصين والسعودية والإمارات والهند، وده بسبب صعوبة فكرة التخلص من الدولار بشكل نهائي على المدى القريب، وده لأكثر من سبب، واللي منها ان الدولار بيعتبر العملة المهيمنة في النظام التجاري والمصرفي العالمي، والهيمنة دي هتستمر لفترة مش قصيرة، واي تحول سريع نحو عملة جديدة هيعمل صدمة شديدة في النظام الاقتصادي العالمي، لأن الدولار بيعتبر مخزون للمدخرات والقيم المالية واحتياطات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن البنية المصرفية والتجارة العالمية وأنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني اترسخت على الدولار، بالإضافة إلى أن الدولار لسه ليه دور أساسي في سلة عملات احتياطات دول العالم وديونها بتقوم على الدولار.
وخد عندك مثلا الصين بتعتبر ثاني أكبر مشتري لسندات الخزانة الأمريكية، وبتمتلك حوالي 3 تريليون دولار من احتياطيها من النقد الأجنبي. وفي حالة تحول لعملة جديدة الصين هتكون أكبر متأثر بخطوة زي دي، لأن الدولار بيعتبر العملة الرئيسية في المؤسسات المالية العالمية وفي الأسواق العالمية للأسهم وأسواق السلع والودائع البنكية والتمويل الإنمائي والاقتراض، بالإضافة لأنه بيمثل حوالي 80% من حجم التجارة العالمية، ده غير أن تقييم الديون بيتم بالدولار. وكل دول تجمع البريكس ما عدا روسيا لسه لها علاقات اقتصادية وثيقة بالدول الغربية، وبالتالي من الصعب عليها أنها تتخلى بشكل كامل وسريع عن استخدام الدولار والاعتماد على سلة عملات البريكس فقط. وعلى الرغم من عوامل القوة المتوفرة لمجموعة البريكس إلا أنها حتى الآن لم يتم اعتبارها تكتل عالمي فاعل في الأزمات الدولية، وتأثيرها على الصعيد الاقتصادي محدود بسبب غياب الرؤية التكاملية والإطار المؤسسي زي اللي موجود في الاتحاد الأوروبي. وحسب تحليلات لمركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية واللي وضحت إن الخلافات الداخلية في مجموعة البريكس مش هتخلي المجموعة يحصل فيها أي تقدم على المدى القصير بالدرجة اللي تخليها تنافس الغرب بسرعة وبشكل كبير، وبالأخص موضوع عدم تبنيها لمواقف موحدة بخصوص قضية التخلي عن الدولار. ده غير أن الصين نفسها مش هتتمسك بفكرة تفكيك النظام المالي العالمي الحالي القائم على الدولار إلا إذا كانت شايفة الحاجة الماسة والضرورية للانفصال الاقتصادي السريع عن الغرب لمواجهة مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة. وحاليا كل اللي هتقدر تعمله مجموعة البريكس انهم يتوصلوا لتعهدات ملزمة للدول المشاركة بالتجمع على إنشاء آليات لتعاون أعمق في مجال التجارة وإنشاء مؤسسات تكنولوجية ومالية لتعزيز التبادل ما بينهم في إطار تحقيق نوع من التكامل ما بين أعضاء البريكس. ورغم أن فكرة تفكيك الهيمنة المالية الأمريكية والغربية بتداعياتها الاقتصادية والسياسية تبدو أمر صعب على المدى القصير، إلا أن التحول في موازين القوى العالمية والخطوات اللي بينتهجها البريكس هتحدث أثر على المدى المتوسط والطويل لو استمر العمل من البريكس بنفس الزخم وتلافي عوامل ضعفها الحالية. ولحد هنا انتهت الحلقة، أتمنى تكون عرفت معلومة ولو بسيطة عن تجمع البريكس وأهدافه ومزاياه وعيوبه. في النهاية أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.